جايب لك ملخص اخبار الاهلي والزمالك النهارده وبعض الاخبار الاخرى. طبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضغط لايك ومتابعه. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. وفقا لموقع اليوم السابع، محمد عبد الله مطلوب في الدوري البرتغالي واللاعب يحيل العروض للاهلي. منصه 247 اب، الاهلي حسم صفقه يوسف بالعمري ويتبقى فقط الاتفاق على نسبه اعاده البيع لصالح نادي الرجاء المغربي. وفقا للاعلام احمد شوبير، الاهلي سيكون مضطرا للاستغناء عن لاعبين أجانب خلال الفترة المقبلة، والأقرب هما جراديشار وأشرف داري لأسباب مالية. وفقا للصحفي محمد أبو علي، سيد عبد الحفيظ يركز بقوة على تدعيم خط دفاع الأهلي بصفقتي محمد عبد المنعم وعمر فايد، ويقود المفاوضات بنفسه بعد طلب ييس تورب دعم الدفاع. عبد المنعم لم يحسم موقفه من العودة، بينما عمر فايد قريب جدا من ارتداء قميص الأحمر. تقارير الإيفواري إبراهيم دياباتي الأقرب لتعويض صفقة يزن النعيمات في خط هجوم النادي الأهلي، والمفاوضات في مراحل متقدمة وتقترب من الحسم. وفقا لموقع اليوم السابع، الأهلي يتلقى عروضا من سلوفينيا وروسيا للتعاقد مع المهاجم جراديشار. موقع سبورت المغربي، رفض وليد الرجراجي الترخيص لبالعمري بالسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي المصري، الأمر الذي فرض على النادي المصري إرسال أحد الإداريين للمغرب من أجل إكمال الصفقة وإخضاع اللاعب لفحوصات طبية بأحد مصحات الدار البيضاء. تقارير الزمالك يستفسر من بتروجيت مقابل بيع هادي رياض مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء. إدارة الكرة في الزمالك تتمسك بمحمود بن تايك وصعوبة بيعه في يناير بسبب عدم وجود وفرة عددية في المركز الظهير الأيسر. تقارير أحمد حمدي يقترب من الرحيل عن صفوف الزمالك، وإدارة الكرة لم تتحدث معه مؤخرا في ملف التجديد. تقارير محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، ولا توجد نية للاعتماد على مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي. بس كده صديقي، ده ملخص أخبار النهارده. ولو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط لايك ومتابعة، وقبل ما انهي الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، استناني في فيديو جديد. سلام.